اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وان انا راجعه لكم بقنبله كبيره. عايزه اقول لكم بقى انكم من النهارده حرفيا هتشيلوا من دماغكم فكره ان انتوا تجيبوا برطمانات صلصه. والله العظيم والله العظيم الطريقه دي حرفيا من حد شغال في مصنع نفسه، يعني حد شغال في المصنع وقال لي التركات والحركات اللي بيحطوها. طبعا هم بيحطوا مواد حافظه والكلام ده، احنا بقى هنحط اللي احلى من المواد الحافظه. والله العظيم هتجربيها وهتدعي لي. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده حصري، حصري، يعني بعد الفيديو ده هلاقي ناس مقلده، ولا اقول لكم قلدوا براحتكم. مهم ان انتوا تعملوا حاجه تستفادوا منها وتبقوا فرحانين بيها. طبعا انتوا عارفين الغلا عامل ازاي، فمنعا ان احنا هنشتري برطمانات صلصه تاني وهنعملها في البيت. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. اولا كده انا عندي شويه الطماطم دول، بصراحه انا ما وزنتهمش، بس ممكن يكونوا كيلو ونص او كيلو وشويه. عملنا ايه بقى في الطماطم دي؟ شلت الحته الخضراء اللي من فوق، ما عملتش بقى ولا حطيت ميه ولا حطيت اي حاجه، مجرد ان انا حطيتها على النار مع بنجرايه، قسمتها نصين. والاهم ان انت تقشري البنجرايه من بره. طبعا في المصانع ما بيحطوش بنجر، هما بيحطوا لون، بس احنا عايزين نعمل حاجه نستفاد بيها ويبقى طعمها حلو. حطيت كده الطماطم على النار من غير ولا نقطه ميه مع البنجر لحد ما تستوي خالص. بصوا بقى، شايفين لسه كمان لما توصل للمرحله النهائيه. اهم حاجه ان وانتوا رايحين وانتوا جايين تقلبوا فيها عشان الطماطم ما تلزقش معاكم. اول ما تحسوا بقى ان الطماطم استوت خالص كده يبقى كده تمام جدا، هي كده وصلت للمرحله اللي احنا عاوزينها. هجيب عندي بقى هنا كده مصفى صغيره، وهبدا ان انا انزل بالطماطم كلها. الطماطم دي بعد ما ضربتها بالهاند بلندر، ومحدش يقول لي فين الفيديوهات، لان والله العظيم انا ما عارفه ايه اللي بيحصل للموبايل عندي. انا عامه عملتهم كلهم وهرستهم بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر ممكن ان انت تعمليها بالخلاط، ما فيش اي مشكله. ما عندكيش ده ولا ده، كان في زمان كده زي اسمه ايه، زي طاسه كده فيها حاجه بتلف، يعني ايام جدتي وكده كنت دايما بشوفهم لما بييجوا يعملوا الصلصه بيعملوها بالطريقه دي. هبدا بقى ان انا اقلب فيها كده بالمعلقه واحده واحده لحد ما انزلها. عايزين تعملوها بايديك ومفيش اي مشكله، بس عشان هي كانت سخنه مولعه وانا كنت عايزه اصفيها فعملتها بالمعلقه. وده شكلها بقى بعد ما تصفت. والاهم يا جماعه انكم لما تيجوا تجيبوا طماطم اهم حاجه تجيبوها مستويه وتكون حمرا شويه، ما تكونش صفرا عشان تديكوا لون حلو. بعد ما صفيتها بقى حطيتها كده في نفس الحله تاني. ايه ده، انت هتحطي الصلصه بعد ما عملتيها؟ المفروض تحطيها في البرطمانات، مش المفروض ان انت بقى خلاص كده خلصتي. لا انا لسه ما خلصتش. اهم حاجه تركزي بس معايا لحد الاخر، من اول الفيديو لحد اخره. والله العظيم في كل حته فيها تكايه. تمام، احنا حطينا كده الطماطم في الحله وهنرجعها تاني على النار. بس قبل ما نرجعها على النار حطي لي شويه ميه صغيرين في كوبايه، ومعاهم بصوا يعني اقل من ربع المعلقه ملح ليمون، ودوبي لي ملح الليمون مع الميه. ملح الليمون ليه بقى؟ ملح الليمون هيبقى ماده حفظ طبيعيه، وفي نفس الوقت هيديها اللذعه اللي بتكون في الصلصه. خلصنا كده، حطينا شويه الميه مع اقل من ربع معلقه من ملح الليمون، وهنزل بيهم على الصلصه. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه وهرفعها على النار معاكم. هرجع بالحله بقى كده على النار وهفكركم احنا حطينا ايه. احنا حطينا ملح ليمون وشويه ميه دوبناهم وحطيناهم على الصلصه. وبعد كده هنبدا بقى ان احنا نحطهم على البوتاجاز تاني، وهنحط من معلقه لمعلقتين ملح على حسب كميه الطماطم اللي انت عاملاها. انا يعتبر الكميه دي مش عامله كميه كبيره، بس طبعا انت على حسب الكميه اللي هتعمليها تقدري ان انت تزودي الملح وبرده تدوقي ببقك. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، واهم حاجه ان احنا نكون موطيين النار لحد بقى ما نوطي كده النار وتاخد غلوه سنه، يعني غلوه او غلوتين بالكتير. هنيجي بقى ونعمل الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده بقى هنحط كده طاسه على النار، وهنحط بالظبط معلقه لمعلقه ونص من السكر، برضو على حسب الكميه. احنا عايزين بقى ايه، تبقى فيها اللي هي التسكيره بتاعه الصلصه المعلبه بتاعه المصانع دي. ما احنا عايزين نعملها بالظبط يا جماعه، احنا خلاص مش هنشتريها تاني من بره، يبقى نعملها مظبوطه. اهم حاجه ان انت لما تيجي تكرملي السكر ما يتحرقش منك، لان لو اتحرق هيعمل مراره في الصلصه. هنقلب كده بقى السكر كده كله مع بعضه لحد ما يتكرمل، وهوريهولكم. بصوا بقى ده شكل كده السكر بعد ما تكرمل معايا. احنا هنغمقهم سنه بسيطه بس عشان خاطر تدي اللون بتاع الصلصه. قبل بقى ما ننزل بالسكر ده على الصلصه اهم حاجه ان احنا نحط عليهم شويه ميه سخنين،
ونقلب كل الكلام ده في بعض. بصوا بقى ده شكلها كده في النهايه. شايفين اللون؟ شايفين اللون؟ والله ما تفرقش حاجه عن الصلصه المعلبه غير اللون. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها عامل ازاي. حرفيا هتجربوها وهتدعوا لي، مش هقول لكم اكتر من كده. اللي عاوزه اقوله لكم ان احنا اللي نجيب اي صلصه معلبه من بره لما احنا نقدر نعملها في البيت بنفس القوام وبنفس الطعم وبنفس كل حاجه. الخطوه اللي بعد كده بقى وهي خطوه البرطمانات. اهم حاجه ان انت تكوني معقمه البرطمان بتاعك، يا تحطيه بقى في ميه سخنه يا تغرقيه كله كده خل وتفضلي ترجي فيه. والطريقه الاحسن اللي انا جربتها وهي ان انا احط شويه من الخل وابدا ان انا كده ارج البرطمان واقلبه. الطريقه دي عايزه اقول لكم خلت معايا الصلصه ما تعفنش. نفسي اعرف ليه تروحي تشتريها بره بالغالي لما ممكن تعمليها في البيت بدون مواد حافظه وبدون ما تعرفي مصدر الطماطم ده جاي منين، بحاجات طبيعيه وموجوده في البيت وكمان كميه اكتر من اللي احنا بنجيبها من بره. طبعا انا وريتكم وانا بحطها في البرطمانات، بس للاسف انا في مقطع ما تصورش وانا بحط عليها زيت كده من فوق. حطيت عليها زيت. طبعا انا معقمه البرطمانات زي ما قلت لكم. حطيت عليها كده زيت من فوق وقفلت البرطمان كويس جدا جدا جدا. طب تقدر تقعد معايا قد ايه في التلاجة؟ تقدر تقعد معاكي فتره كبيره جدا طول ما انت محافظه عليها، مش بتحطي معلقه مبلوله، مش بتحطي معلقه مش نظيفه فيها. وبعد كده لما تيجي تستخدميها استخدميها وخلصي استخدامها ورجعيها تاني التلاجة مقلوبه. طول ما هتعملي كده طول ما هتفضل الصلصه موجوده عندك في البيت. وده كده كان نهاية الفيديو. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك صغنن وكومنت كده جميل زي السكر زيك، وأسيبكم بقى في رعاية الله.